السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند سوا مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه ابقوا فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. عاملين النهارده فته لا لحمه ولا فراخ، عاملين فتة كبده جميله جدا هتعجبكم وهترمي معاكم كميه محترمه تكفي عيله. عارفة ان الكبدة غالية، عادي ممكن نجيبها المستوردة مش وحشة يا جماعة. البرازيلي من اجمد الانواع بتاعة الكبدة. بسم الله ونبتدي المقادير. اول حاجة هنجيب بصلاية متوسطة، والمقادير اللي انا هقولها دي لكوباية ونص من الرز. هنجيب بصلاية متوسطة هتبشروها او هتقطعوها مكعبات زي ما انتم عايزين، هنشوحها في زيت وسمنة. انا الكوباية ونص خدوا مني 3 معالق زيت على معلقة سمنة صغيرة، 3 معالق زيت كبار على معلقة صغيرة من السمنة. وبعد كده نزلت عليها بربع معلقة من الكركم ومعلقة صغيرة مليانة من الملح وشوحتهم مع بعض. وبعد كده نزلت بالكوباية ونص الرز بتوعي، شوحتهم هما كمان مع البصل والتوابل، واتأكدت ان الرز كله اتغلف بالتطعيمة، اللي هو بقى لون الرزاية بيختلف من لونها وهي ني، طبعا بيبقى ليها لون تاني وكلها اتغلفت. بعد كده هضيف المية عبارة عن كوبايتين من المية المغليين، وهنبتدي نسيبها تغلي. اول ما هتغلي هنغطي ونهدي النار ونسيبهم 10 دقايق او على حسب نوع الرز اللي عندكم. هنا اهو انا لقيت الخلطه بتاعت ماجي دي، بتاعت خلطه الكبده الاسكندراني، عاملين عليها اعلانات، شفتها جبتها. بصراحه ما عجبتنيش. هي للناس اللي بتحب التوابل او عايزه اللي هو الطعم يبقى اقرب جدا لبتاع الشارع، لان التوابل بتاعتها زعقه جدا يعني بجد بتحسوا ان انتوا هتاكلوا توابل مش هتحسوا بطعم الكبده، فاللي هو زي نظام الشارع. فلو عايزينها هاتوها، لكن بصراحه ربنا اللي احنا بنعمله في البيت، الكمون والكزبره والثوم والشطه والليمون والملح بيفرق جدا جدا جدا، فعلا بتحس ان انتوا بتاكلوا كبده. انما دي ما عجبتنيش. يعني هما حتى كاتبين ان الكيس نص كيلو، انا حطيت معلقتين كبار، وكانت انا حاسه ان انا باكل توابل. حتى لما تدوقوها كده على طرف معلقه تحسوا بكميه التوابل عامله ازاي. هي فيها توابل كتير جدا، بس بصراحه التوابل اللي احنا نعملها في البيت احسن. انا بقى حطيتها على الكبده كده، وحطيت عليها عصير ليمونه، وسبتهم مع بعض على ما عملت الرز والعيش وحضرت الحاجه بتاعه الكبده في التتبيله شويه. هنجيب بقى الطاسه بتاعتنا تكون سخنه جدا جدا جدا، حاطين فيها حوالي 3 أو 4 معالق زيت. هبتدي انزل بالكبده بتاعتي واخليها تاخد صدمه، هسيبها لمده دقيقه ما احركهاش خالص. وبعد الدقيقه هنجيب البصل ده انا مقطعاه بالمبشره بتاعه البطاطس علشان يبقى رفيع، لان الكبده ما بتاخدش وقت، فبالتالي مش عايزين البصل ياخد معانا وقت. حطيت البصل والكبده مع بعض لمده دقيقتين على النار، انا ايدي ما اتسابتش خالص من الطاسه، عماله اقلب اقلب اقلب. بعد كده نزلت بطماطم مكعبات، ودول حوالي 2 طماطم مكعبات، ونزلت عليهم بمعلقه صغيره من الثوم، وقلبت برضه لمده دقيقتين. وبعد كده شويه بقدونس، ونزلت عليهم بمعلقه كبيره من الخل، وقلبتهم كده مع بعض. اول ما حسيت ريحه الخل ابتدت تنتشر طفيت على طول، مش هتكمل معاكم دقيقه. عندكم فلفل كمان حطوه مفيش مشكله. جيب بقى الطبق بتاعي، حطيت العيش، وبعد كده نزلت عليه بالرز. بعد كده حطيت الكبده بتاعتي، كنت محمره شويه بطاطس واديتها رشه بقدونس، وكله بالف هنا وشفا. كتروا بقى من البصل، كتروا من الطماطم، الحاجات دي غير ان هي بترمي معاكم كميه كتير، بس فعلا بتفرق في الطعم. الحاجات دي بتدي للاكل ده طعمه حلاوته، فكتروا من الحاجات دي جدا هتكفيكم. يعني بجد تجربه حلوه، اتمنى ان انتوا تجربوهم. اشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.